ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده معانا استرسال جديد ومعانا طاقة جديدة. بس قبل ما نبدأ حابة اوضح حاجة مهمة. الاسترسال ده ينفع تسمعوه سواء كنتي امرأة او كنت رجل، لان الرسائل دي بتيجي من طاقة روحانية، مش من نوع ولا شكل. انا بقدمه بصيغة مؤنثة عشان الأغلبية هنا بنات، وعشان أنا كمان بنت، فطبيعي بتكلم بالطريقة القريبة من لغتي الداخلية. بس لو طاقتك هنا فالكلام أكيد ليك، والروح بتفهم أكتر من لغة. يلا ناخد نفس عميق ونسمع بقلبنا مش بودنا. أنا مش عارف أبدأ منين، بس كل اللي أعرفه إني ما كنتش ناوي أدخل حياتك، ولا كنت مجهز أي حاجة للكلام. بس لقيتني هناك عندك. كل حاجة فيكي شدتني، مش بشكل عادي، مش إعجاب سطحي، لأ. دي حاجة فيكي خلتني أسكت وأسأل نفسي، هي بتفكر في إيه دلوقتي؟ هي حاسة بيا؟ وأنا عارف إن جاي بعد حاجات كتير. في حاجة في عينيكي بتقولي أنا شفت أكتر من كده. شفت وجع، شفت خذلان، وناس وعدتني وتخلت، وانتي مش بتقولي الكلام ده، بس طاقتك كلها بتحكي وأنا سامعه. بس مش عارف أقرب من غير ما أخوفك. أنا مش بقول إني ملاك ولا جاي أكمل نقص، بس أنا حاسس إن في حاجة جواكي منسية، نفسي تكون هي اللي ندهت عليا. انتي بتخبي نفسك حلو، بس أنا شايف لمعة في ضحكتك كأنها مستنية حد يطمنك. أنا مش هكون زيهم، وصدقيني مش عايزة أكون زيهم. ساعات ببعد فجأة، مش لأنك مش فارقة، لكن عشان مش عايزة أقول حاجة واندم، مش عايزة ألمسك واكسر حاجة جواكي تاني. انتي مش بتحتاجي حد يملالك الفراغ، انتي محتاجة حد يكون حاضر من غير ما يطلب، يكون موجود عشان هو اختارك، مش عشان هو تايه. وأنا يمكن لسه مش بعرف أعبر زي ما لازم أعبر، بس لو قلبي اتكلم كان هيقولك أنا شايفك، مش شايف شكلك بس، شايف خوفك، شايف أسئلتك اللي مش بتقوليها، شايف حاجات لسه ما فتحتيهاش حتى جوا نفسك. انت شبه الأمان، وأي حد يشوف الأمان لأول مرة بيخاف. لو اخترتي تفتحيلي الباب مش هدخل عدي، أنا هدخل أبني. ولو فضلتي تسألي هو ده حقيقي، أنا هسيبلك الوقت، بس مش هبعد عن طاقتك، لأني مش تايه، أنا جاي مخصوص. طيب، آه، قبل ما أشرح لك طاقة الشخص ده أو طاقة الرسالة، حابة أقول لكم إن أنا حاسة بيكم، شايفاكم، شايفة اللي بتقولوه لنفسكم، شايفة إن انتوا بتقولوا مش عايزين تتعلقوا تاني، بس برضو حسيتوا بيه. شايفة الحيرة اللي بين هل دي بداية جديدة ولا العقل بيضحك عليا. وفي طاقة واضحة الحقيقة
حوالين قلبك بتحاول تقنع نفسك ان انت قوي وان انت مستقل، بس برضو حاسة ان في حتة كده جواكوا في العمق، في صوت صغير كده بيقولك انا تعبت من اني اكون الوحيد اللي بيفهم الاول. بس عايزة اقولك ان ده طبيعي، طبيعي لانك دلوقتي في مرحلة اختبار داخلي قوي، بين انك تسمح للحب يدخل تاني وبين انك تخاف يتكرر اللي حصل قبل كده. انا حاسة بيكم فعلا، والرسالة دي كانت مخصوص ليكم. الطاقة اللي جاية من الشخص ده مش عشوائية، انا مش شايفاه ولا حاساه انه كراش وخلاص، ولكن انا حاسة انه مراية جديدة ظهرت لك، بس ظهرت لك بعد ما طاقتك اتغيرت. خليني اقولك ان طاقته جاية تختبرك في حاجة. هل انت بقيت واثق فعلا في احساسك، ولا لسه بتدور على اثبات خارجي عشان تصدق؟ هو حاسس بيكم، بس لسه مش هيعبر بالطريقة اللي انت مستنيها او الطريقة اللي انت بتحبها من اول لحظة. وده مش لانه بيلعب، لأ، لكن لانه هو كمان عنده صراع. ايه هو الصراع؟ هو خايف يكون بيحس غلط، مش عايز يدخل حياتك ويطلع منها تاني. هو برضو مش فاهم ليه انجذب ليكم بالسرعة دي. فخليني اقولك ان الشخص ده في الاغلب مر بتجربة مريرة، تجربة ما كانتش احسن حاجة، بس الشخص ده دلوقتي بدأ يتعلم، بدأ يلاحظ ويحس بطاقته، ولكن لسه ما وصلش لوعيك انت. وعشان كده ممكن تلاقيه بيقرب ويبعد، يراقب ويسأل، بس مش بيتكلم بوضوح، لأن روحه بتقوله ده مش شخص عادي، خلي بالك. وعشان انت كمان تكون صريح مع نفسك، الحب الحقيقي ما بيجيش بسهولة، لكنه كمان ما بيتجاهلش الإحساس القوي اللي بيوصلك فجأة. لو طاقتك فعلا مستعدة، فالرسالة دي كانت بدايتك معاه مش نهاية. ولو حسيتوا الرسالة دي كانت ليك أو ليكي، اعرفوا إن روحكم هي اللي نادته، واللي حسيتوا بيه مش خيال، ده تواصل طاقي حقيقي. مش مهم هو اتكلم ولا لسه، المهم إنك انت شفت طاقته وسمعتها وفهمتها. الرسايل دي مش بتوعد، لكنها بتنور لك الطريق عشان تختار بقلبك الهادي مش بتعلقك. ولو فعلا الكلام لمس فيك حاجة، اكتب لي في التعليقات أنا حسيته، عشان أعرف إنك كنت معايا هنا، وإنك فتحت باب جديد مع روح جديدة وطاقة مختلفة فعلا. بحبكم، باي باي.